ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعونا ان احنا نستمر. اعرفكم بنفسي، انا فرح، متجوزه، والمفروض النهارده رايحه للدكتور عشان حاولت، ودخلت سلفتي نجلاء خلاص رايحة المستشفى. أنا من رأيي لو عرفتي إنها بنت بلاش تيجي على هنا. إشمعنى يعني؟ لا طبعا أنا مش هسيب بيت جوزي. وبعدين هو أنت لازم تروحي مستشفى؟ ما كلنا ولدنا في بيوتنا يا حبيبتي. الحمد لله ربنا كرمك وولدتي طبيعي، إنما أنا حاولت قيصري. أعملها إزاي بقى في البيت إن شاء الله؟ بعد إذنك خليني أخرج. وبعدها خرجت. إيه ده؟ هو انت لبستي كده ورايحة على فين؟ هو حضرتك ناسية ان الدكتور قايل لي اني حولد النهاردة؟ امال يحيى فين؟ ده قال انه خارج يقعد مع حضرتك. انا لقيته واخد اجازة النهاردة. قلت له ليه بقى ان شاء الله؟ هي هتولد قيصري، يعني ممكن تولد في اي وقت. ليه بقى ياخد اجازة من شغله ويتخصم من مرتبه؟ هي جت على يوم يا حماتي، المفروض ان هو يكون معايا في يوم زي ده، يعني ازاي يسيبني ويمشي؟ جراه يا بت، هو انت هتعملي زعلة ولا ايه؟ ما تخلصي يا حبيبتي. وبعدها الباب خبط وخرجت نجلاء. خليك انت يا ماما، معقولة هتفتحي الشقة وانا موجودة؟ وبعدها راحت فتحت وكانت ماما. ازيك يا نجلاء؟ عاملة ايه؟ هي فرح راحت مستشفى غير اللي اتفقنا عليها ولا ايه؟ اصل احنا رحنا المستشفى وبقالنا ساعة وهي لسه ما جاتش. فرح جوه يا طنط، تعالي ادخلي. وبعدها دخلت ماما. ايه ده؟ هو انت لسه هنا؟ ازاي يا بنتي قاعدة كل ده؟ انت مش المفروض تكوني في المستشفى ولا ايه؟ اهي امك جت، يلا بينا احنا بقى نروح على المستشفى، يلا بينا بقى نمشي على طول. ازاي يعني يا حماتي؟ انا مش هروح غير لما يحيى يجي. وبعدين بقى يا حبيبتي، ما قلتلك هو عنده شغل وانا وامك معاكي، اهو خليه يجيب مصاريف ابنه اللي جاي في السكة. او بنته يا حماتي، الله اعلم بما جايبها. واد بنت، كل اللي يجيبه ربنا كويس، يلا بينا. وبعدها طلعت ندى. ايه ده يا ماما؟ كل ده سايباني تحت؟ حرام عليكي. ايه ده فرح؟ هو انت لسه هنا؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو كله هيروح المستشفى ولا ايه؟ ما كفايه امك يا حبيبتي، وانت اقعدي اعملي لقمه لاختك. ازاي بقى ان شاء الله؟ هي مش جايه عندنا بعد ما تولد ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، الست عندنا ما تسيبش بيت جوزها. وخلاص يلا ادخلي على المطبخ اعملي الاكل. معلش يا ندى، بالله عليكي بلاش تنكدي على اختك. يلا بينا يا جماعه، يلا عشان الوقت. وبعدها مشينا. يلا يا حبيبتي على المطبخ عقبال ما اطلع اكل عيالي، اصل ربنا مديني 3 ولاد، مش عايزه اقولك اشقيه ازاي. وبعدها طلعت، وفي بيت عماد اخو يحيى كانت ايمان بتلبس. ايه ده يا حبيبتي؟ هو انت بتلبسي ورايحه فين كده؟ فرح النهارده رايحه تولد، وانا وعدتها اني هروح معاها ومش هسيبها في يوم زي ده. بلاش يا ايمان لو سمحتي، ماما هتكون هناك واكيد هتضايقك باي كلمه تقولها لك. عايزه اقولك ان انا والله خلاص ما عادش فارق معايا، وما بقتش بزعل من مامتك، تقول اللي تقوله. يا حبيبتي انا عارف ان الخلفه دي هديه من ربنا، وانا مش زعلان والله ان ربنا ما اداناش عيال. خلاص بقى يا حبيبي، سيبني الحق اروح لها بعد اذنك، وهفضل معاك على التليفون ما تقلقش. وبعدها مشيت. وفي المستشفى كانت قاعدة حماتي قدامي وأنا فقت. إيه ده؟ ماما فين يا حماتي؟ راحت يا أختي تشوف البيت، مش انتي جبتي بيت؟ الحمد لله، واد بنت، المهم إنه طفل معافى وسليم. يا أختي قولي يا جايبة البنات، يا جايبة الهم لحد الممات، خليني ساكتة بلا هم. أرجوك يا حماتي مش وقته الكلام ده خالص. وبعدها دخلت إيمان. ازيك يا حماتي عاملة ايه؟ ازيك يا فرح؟ انا رحت شفت البنت في الحضانة، والله زي القمر ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا حبيبتي. عقبالك يا قلبي. عقبالها منين يا حبيبتي؟ دي متجوزة بقالها 10 سنين، لو كانت هتخلف كان زمانها خلفت، انما خلاص بقى. المهم لما اقوم اروح الشقة. هو يحيى فين صحيح؟ وانتي مالك؟ ما انا وامها معاها، لازمته ايه يحيى يجي؟ المهم انا ماشية. وبعدها خرجت. اوعي تزعلي نفسك،
البنت ما شاء الله تبارك الله زي القمر والله، سيبك منها، أنا مش زعلانة منها خالص، ربنا يهديها. وبعدها خرجت وقابلت يحيى. إيه يا ماما، فرح عاملة إيه؟ جابت لك بنتي يا أخويا، يلا بينا تعالى روحني. إزاي يعني يا ماما؟ مش لما أطمن عليها الأول وبعدين نبقى نروح؟ ده واجب برضه، لازم أطمن عليها. يعني إيه يا أخويا واجب تطمن عليها وتسيب أمك يعني اللي خلفتك تروح لوحدها؟ طب روح يا حبيبي وأنا مش عاوزة منك حاجة. وبعدها عيطت. لا طبعا يا ماما، أنا مش قصدي يعني نسيبك. طب تعالى روحك وبعدين أرجع تاني. وبعدها مشى هو وهي. وفي شقة حماتي دخلت نجلاء المطبخ وكانت ندى واقفة تطبخ. بقولك إيه، أنا لميت السجاد بتاع الشقة عشان الشقة عايزة تتمسح، أصلها كانت مطربة قوي والمفروض إن أختك تيجي تلاقي الشقة نظيفة، وهي هتفضل قاعدة هنا ولا إيه؟ مش المفروض إنها هتطلع شقتها فوق؟ مش عارفة بقى حماتي هتوافق ولا إيه. المهم بقولك إيه، أنا طالعة أشوف العيال عقبال ما تخلصي. وبعدها خرجت. الله يسامحك يا فرحة اللي انت عملتيه فينا وعلى الناس اللي نسيبناهم بسببك. وبعدها خرجت نجلاء ولقت حماتها دخلت. خدي ايدي يا بت، قعديني. ايه يا ماما، هي جابت ايه؟ طالما رجعتي على طول كده يبقى جابت بت، مش كده؟ يا اختي خليني ساكتة وحاطة في قلبي. وبعدها يحيى قرب منها وقال انا لازم اروح اجيبها بقى يا ماما، مش هينفع اسيبها. ما تقعد يا يحيى، ما امها ومرات اخوك معاها، اقعد في حتة بقى. وبعد ما روحت دخلنا وقعدوني وماما قالت ما انت موجود هنا اهو، ازاي تسيب مراتك في يوم زي ده وتنك قاعد في البيت؟ هو في راجل بيعمل كده مع مراته اللي لسه والده؟ معلش يا طنط، اصل ماما كانت تعبت شوية في المستشفى وقلت يعني مش هينفع اسيبها لوحدها، بعدين ما انت موجودة اهو مع بنتك. ما هي كانت كويسة في المستشفى، ايه اللي حصل لها يعني؟ دخت شوية يا حبيبتي، ولا اخد الاذن منك قبل ما اتعب. خد مراتك عشان تطلع ترتاح يا يحيى، وكمان البنت عايزة هدوء. لا مش هتطلع فوق، وكمان انا عايزة زليخة تكون جنبي هنا، عندك مانع ولا ايه؟ زليخة؟ مين زليخة دي؟ هو انت عايزة تسمي بنتي على اسم مامتك يا حماتي؟ لا طبعا انا مش موافقة. وماله يا حبيبتي الاسم بقى ان شاء الله، مش اسم ام حماتك والمفروض تفرحي بيه. خلاص بقى مش وقته، المفروض انك تعبانة ومش حمل الكلام ده كله. تعالي ادخلي جوه، تعالي. والله يا فرح لو فضلتي بعد اللي بيحصل ده انا مش داخلالك بالتاني يا بنتي. انت ازاي تقبلي على نفسك قلة القيمة دي؟ وانت اعملي حسابك يا حبيبتي، لو مشيتي من هنا مع عمك هتمشي لوحدك، مش هتاخدي البت معاكي. عاوزة تمشي مع ألف سلامة والباب يفوت جمل. تعالي يا طنط بس اوصلك بعربيتي، معلش، ونتكلم انا وانتي في هدوء. هو انت يا يحيى لو سمحت دخل فرح جوه، خليها ترتاح، دي لسه جاية من المستشفى. وخرجت ندى. خديني معاكي يا ماما. وبعدها مشيوا. شفت اختك الندلة بدل ما تقعد وتشيل معاكي اهي سابتك ومشيت. يا اختي وانا عليا بايه لما ادخل ارتاح بقى. وبعدها دخلت. مش عايزك تزعلي مني يا حبيبتي والله، ان انا يعني ما جيتش اخدك، سامحيني. انا ممكن اتقبل اي حاجة الا ان بنتي تتسمى باسم زليخة. انت مش عارف البنت اللي ممكن يجيلها عقدة؟ ازاي يعني تفكروا تسموها الاسم ده؟ تعالي بس يا حبيبتي وانا هتكلم مع ماما. وفي شقة عماد. ايه يا بنتي اتأخرتي ليه كده؟ انا اتصلت بيكي كتير وانتي ما بترديش. اسكت على اللي حصل، مش هتصدق. مش امك عايزة تسمي البت على اسم جدتك؟ يحيى السبب، يا ما قلت له سيب البيت وامشي وخد شقة بره، هو اللي مش عايز يسمع الكلام. والله فرح صعبانة عليا قوي وحاسة ان هيحصل لها حاجة. وبعدها بكام يوم كان يحيى جاي من بره ومعاه شنط. ايه يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. ايه الشنط اللي معاك دي؟ انت عارفة ان فرح ضعيفة قوي وجبت لبن للبت يا ماما. بقى هي ضعيفة واللبن ضعيف، ولا هي اللي مش عايزة ترضع البت من ساعة ما انا سميتها على اسم امها الله يرحمها؟ يا اي نعم طول النهار والليل عمالة تعيط يا ماما، بس عمرها برضو ما هتعمل كده عن قصد مهما كانت دي بنتها. وبصراحة انت غلطانة عشان عملتي كده، وانا غلطانة عشان طوعتك وسمينا البنت الاسم ده. يعني ايه، هو انت ما كنتش عاوز تسمع كلامي وتزعلني يا يحيى وما سميش البنت على اسم امها الله يرحمها؟ ماله الاسم ده، اسم كده هواني
من أسامي الناس بتوع زمان. يا ماما الاسم ده ما ينفعش دلوقتي، الناس ممكن يتريقوا على البت في المدرسة. بصراحة أنا غلطان عشان طوعتك. على العموم أنا هدخل أريح بقى شوية وهديها اللبن عشان خاطر البنت. وبكام اللبن ده بقى على كده؟ والله أنا شايفة إنها مصاريف على الفاضي وخلاص، ما تاكل وتتقوى وترضع طبيعي. خلاص بقى يا ماما، زي ما يكون تمنه، احنا مش عايزين مشاكل أرجوكي. وبعدها دخل وخرجت نجلاء. انتي ما تعرفيش اللبن ده غالي ازاي يا حماتي؟ أنا عارفاه، وجايب لها منه كمان 4 علب. مش كفاية إنها جايبة بنت وكمان ناوي يضيع عليها فلوسه. ما تعرفيش أنا مش طايقة البت دي في البيت ازاي، مش عايزاها، ما بحبش خلفة البنات. ما كانش ابني كان يجيب ولد يسنده، يبقى ايه لازمة الخلفة؟ أنا لو منك أودي البت دي أي ملجأ. احنا مش عايزين يحيى يضيع كل فلوسه على الفاضي، خليه يوفر فلوسه لما يجيله الواد اللي يسند ظهره ويشيل اسمه. ما أنا برضو مفروسة من كده وعايزة أتصرف، بس برضو ما أقدرش أعمل اللي انتي بتقولي عليه ده. اسمعي كلامي يا حماتي، هي مش هتهتم وتخلف تاني وتجيبلك الواد اللي نفسك فيه إلا بعد ما يحصل الكلام اللي أنا بقولك عليه، وأنا هساعدك في الحوار ده. وتاني يوم جت ندى وفتحت نجلاء. كويس إنك جيتي يا حبيبتي، تعالي بقى اقعدي مع أختك عشان أنا وحماتك خارجين. تمام ماشي. أمال هي فين؟ وجوزها فين؟ جوزها في الشغل، وهو هيقعد معاها يعني ولا إيه؟ انتي موجودة أهو، يلا ادخلي بقى اقعدي معاها جوه. ماشي. وبعدها دخلت وأنا كنت عمالة أعيط. إيه ده؟ مالك يا فرح؟ في إيه؟ عمالة تعيطي كده ليه؟ كويس إنك جيتي يا ندى. ما تعرفيش أنا متضايقة إزاي؟ كنت محتاجة أتكلم مع أي حد. حبيبتي والله أنا أول لما نجلاء كلمتني قالت إنك هتقعدي لوحدك جيتلك على طول. أنا مش قادرة أصدق إن يحيى عمل فيا كده. إزاي يسمي البت بالاسم ده ويطوع أمه؟ انتي اللي عملتي فيها وفيكي كده، ما كانش ينفع تقبلي بالكلام ده. انتي قبلتي من الأول حاجات كتير المفروض كنتي تاخدي فيها موقف وما تقبلهاش على نفسك. بصراحة انتي جيتي على نفسك كتير قوي ودي النتيجة. بقولك ايه، أنا عايزة أخد شاور ومش عارفة، ونجلاء قالت لما أختك تيجي هتحميكي. ماشي، اصبري بس ينزلوا وهعملك كل اللي انتي عاوزاه. وفعلا دخلت، وبعدها دخلت نجلاء بالراحة واخدت البنت ونزلت. أنا مش عارفة ازاي طوعتك في الكلام ده، لو عرفوا اللي احنا عملنا كده هنروح في 60 مصيبة. اللي هتروح في مصيبة هي واختها يا حماتي، مش احنا. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفة يا بنت، مش قلتيلي انت هتتصرفي؟ وبعدها مشوا وكانت إيمان طالعة وشافتهم. ايه ده؟ هما رايحين بالبت فين؟ لما اروح اشوفهم هيعملوا ايه؟ وبعدها رموا البت في الزبالة ومشوا، وراحت إيمان خدتها وروحت. ايه ده؟ مين دي؟ وايه اللي جابها؟ من النهاردة هتكون بنتي واحنا لازم نسافر اي مكان. بقولك ايه، اهي فرصة وجاتلي ومش هضيعها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده إيمان؟ عايزانا ناخد بنت اخويا ونهرب؟ بقولك ايه، انا شفت امك ونجلاء مرات اخوك بيرموها، وامها اكيد لو كانت واخدة بالها منها ما كانش قادر حد ياخدها منها. يعني واضح كمان اللي هي مش عايزاها. لا برضو ملناش دعوة يا إيمان، رجعي البنت لأمها وأبوها. إيمان عيطت وقالت عشان خاطري يا عماد، أخوك ومراته ممكن يجيبوا غيرها، إنما أنا مش هقدر أخلف خالص، والبنت دي ممكن تعيش معاهم تعبانة، ده احنا كده هنكسب فيها ثواب. طب خلاص، وأنا هعمل ليك اللي انت عاوزاه، بس هناخدها ونروح فين دلوقتي؟ هنقول لهم إيه؟ احنا مش هنقول لهم حاجة، احنا هنروح بيت أهلي اللي في الفيوم نقول لهم اللي احنا هنقعد شوية هناك، وانت خد أجازة مفتوحة من شغلك وبيع الدهب بتاعي ونصرف منه. والله أنا مش عارف اللي انت بتعمليه ده صح ولا غلط، بس أنا هعمله عشان خاطر انت ما تزعليش. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك أبدا. وفي شقة فرح طلعت من الحمام هي وندى وما لقيتش بنتها، وقالت ايه ده؟ فين زليخة؟ فين البت يا ندى؟ ما تهدي شوية، أنا طلعت من شوية أجيبلك الفوطة وما لقيتهاش، قلت يمكن حماتك أخدتها أو نجلاء مثلا. لا نجلاء وحماتي طلعوا، هيكون مين خدها بس؟ يا بنتي اهدي، يمكن جم برا. طب خليها لو سمحتي تجيبها، أنا مش برتاح غير وبنتي جنبي. حاضر يا فرح هجيبها لك، بس ارتاحي انت عشان خاطري، أنا قلبي بيتقطع عليها والله.
حاضر حاضر، اهدي انتي بس وبلاش العصبية دي، مش كويسة عشانك. وطلعت ندى وكانت لسه هتخبط، لقت نجلاء وحمات أختها في وشها. في يا ندى، سايبة أختك وطلع عندي ليه؟ أنا كنت بسألك على زليخة، هو انتي جيتي أخدتيها؟ جات وأخدتها منين؟ ما البت كانت معاكم ونجلاء كانت معايا، ما احنا كنا في الحمام، أنا كنت بساعد فرح إنها تاخد دش وطلعنا ما لقيناش البنت. نعم يا أختي، إزاي يعني؟ هتكون راحت فين؟ اوعي كده من وشي، انتوا عملتوا إيه في البيت؟ ده انتوا يومكم مش هيعدي على خير النهاردة. ونزلت تحت. فين البت يا هانم؟ وديتي البت فين؟ أنا عارفة إنك مش بتحبيها عشان سميتها على اسم أمي، انتي عملتي فيها إيه؟ إيه؟ يعني البنت مش معاكي؟ أمال أنا بنتي حصل لها إيه؟ ردوا عليا، فين بنتي؟ فين زليخة؟ راحت فين؟ روحي يا ندى جيبيها، اتصرفي دوري عليها. ما تبطلي بقى الشويتين دول وقوليلي فين البت، وديتيها فين؟ ولا هنبلغ عنك انت واختك. شويتين ايه اللي بتقولي عليهم؟ اختي بنتها ضايعة وانتوا بتتهموها بالظلم، حرام عليكم. انت قصدك ايه يا بنت انتي؟ قصدك ايه يعني بكلامك ده؟ هنكون احنا اللي اخدنا البنت ولا ايه؟ والله اعلم بقى يا حماتي عملت في البت ايه. كل ده عشان مش طايقة اللي انت تسميها على اسم امك. وبعدين انت بتتهمينا ليه؟ ما يمكن اختك هي اللي خدتها وبعتها لأي حد. انت بتقولي ايه؟ انا كنت معاها في الحمام، انتوا اللي عملتوا كده اكيد. والله العظيم يا فرح ما حدش عمل في البنت حاجة غيرهم، انا ما حسيتش بنفسي وبعد شوية صحيت وكان جوزي جنبي ومعاه مامته وماما. فين بنتي؟ قولي انها معاك، انا مش هقدر اعيش من غيرها يا يحيى. حبيبتي اهدي، ان شاء الله هنلاقيها، بس معقولة يعني حد يكون دخل الشقة وخدها وانتي وندى ما حسيتوش؟ ندى بدموع، والله العظيم يا يحيى ما حد دخل من بعد ما مامتك ونجلاء ما خرجوا، انا متأكدة. وبعدين هو مشوار ايه ده اللي راحوا ورجعوا فيه بسرعة؟ ما هم برضو يتشك فيهم. وانتي مالك يا حبيبتي، رحنا فين وجينا منين؟ انتي هتحاسبينا ولا ايه؟ ولا كونيش بتتهمينا اللي احنا عملنا حاجة في بنت يحيى؟ الله يعلم اللي احنا كنا بنحب البنت دي من لحمنا ومن دمنا برضو، انما انتي واختك اللي مهملين. والله اعلم بقى اخدتوا البت عملتوا فيها ايه وكان دماغكم شغالة ازاي. تعالي يا نجلاء يا بنتي، يلا بينا نقعد برا، احنا مش هنفضل نتكلم مع عيال. وانت شوف بقى مراتك ودت بنتك فين يا يحيى. وطلعت مع نجلاء فوق. مالك يا فرح؟ اتكلمي يا قلبي، قولي اي حاجة. فرح ما كانتش بترد. انا هدور على البنت وان شاء الله هنلاقيها، بس اتكلمي يا فرح عشان خاطري يا يحيى، هاتلها الدكتور، شكلها اتصدمت وما بتتكلمش. وفعلا اتصل يحيى على الدكتور اللي جا وقال يا واضح انها تعرضت لصدمة عصبية شديدة وان شاء الله تخف قريب، بس بلاش ضغط عصبي عليها وبلاش تتعرض للتوتر. شكرا يا دكتور، اتفضل معايا. ومشى يحيى لبره مع الدكتور. ماما انا هسيب ندى هنا مع القرشانة حماتها والحرباية نجلاء؟ لا طبعا، انا مستحيل اسيبها هنا، مش كفاية بنتها اللي راحت؟ الله اعلم ممكن يعملوا فيها هي ايه. وجا يحيى، ماما قالت انا هاخد بنتي معايا يا يحيى لحد ما تخف، بعد اذنك يا حماتي، بس مراتي مش هتسيب البيت، انا هاخد اجازة وهقعد معاها لحد ما تخف، وهكلف حد يدور على بنتي في كل مكان. بس يا يحيى مامتك خلاص يا ندى، احنا كل يوم هتيجي واحدة مننا تقعد مع فرح لحد ما ربنا يعفي عنها وتلاقي بنتها على خير. هي كلمة يا يحيى، انا هخطب لك هبة بنت خالتك وانت هتتجوزها، يعني هتتجوزها، اخطبيها يا ماما واعملي اللي انت عاوزاه، بس جواز على مراتي مش ممكن يحصل، انا مش قليل الاصل ولا ندل عشان اعمل فيها كده. في شقتي بعد يومين كانت عندي نجلاء وندى اختي، ونجلاء قالت معلش يا فرح بقى خلاص، ما تستعوضي ربنا فيها، دي حتى كانت بنت، ما لو كانت ولد زي ولادي. صح، بعد ألف الشر على ولادي، فلالله ولا فالك انت وبنتك. دخلت الحما وقالت بنتي يا نجلاء ابنك سخن قوي، شكله كده تعبان، دول شوية برد، منها لله العين اللي مش سايبانا في حالنا يا ماما، بعد إذنك يا فرح هروح أعمل له كمادات. ومشيت. منها لله، حسبي الله ونعم الوكيل، والله اللي حصل ده
ما يطلعش منها لا هي ولا حماتك. وأنا كنت ساكتة مش بتكلم ودموعي على وشي. وفي الفيوم في بيت أهل إيمان كان عماد شايل البنت وبيقول تعالي خدي ميمي، دي نامت على إيدي، مش واخدة بالك إنها مش بتنام دلوقتي غير على إيدي؟ حط عماد البنت على الكنبة وقال مالك يا إيمان، في إيه يا حبيبتي؟ فرح تعبانة قوي يا عماد، من ساعة ما مشينا ما بتتحركش ولا بتتكلم ولا بتاكل. وانت كده مرتاحة؟ حرام عليك يا إيمان، انت خلتيني معاكي أحرم أم من ضناها وسيبناها تتقهر على بنتها. أنا مش هقدر أرجعها، أنا حبيت البت دي قوي، والله حبيت إن أبقى أمها. وفرح برضو صاحبتي، صعبان عليا تعبها قوي. اهدي طيب، بصي احنا هنرجعها ليحيى وفرح، وانا وعدك ان احنا هنتكفل بطفل، بس من غير ما ناخد طفل من اهله، طفل يكون من غير لا اب ولا ام، واحنا وقتها نعوضه عن اهله اللي اتحرم منهم ونكسب فيه ثواب. طب ما شكلي كده هيكون قدامهم ايه؟ ما هم مش هيسامحوني. انا معاك يا حبيبتي، مش هسيبك، المهم اللي احنا نعمل الصح واللي يرضي ربنا. وتاني يوم كنت نايمة ودموعي على وشي، ويحيى قاعد جنبي ومشغل التلفزيون وبيحاول يخليني أتفرج معاه، والباب خبط. دقيقة يا حبيبتي، هروح أفتح ونيجي نكمل الفيلم سوا. قام يحيى فتح الباب ولقى عماد وإيمان اللي كانت شايلة زليخة. عماد تراجعت يا حبيبي؟ ألف حمد لله على سلامتك، تعالوا ادخلوا. مين البيبي دي؟ خلفته ولا إيه؟ لا يا يحيى، دي بنتك أنت. اتوتر يحيى وقال بنتي أنا؟ طب بتقول إيه يا عماد؟ جوزك بيقول إيه يا إيمان؟ بتفهموني يا جماعة بالله عليكم. طب اصبر كده وتعالى ندخل وأنا هفهمك على كل حاجة. ودخلوا جوه وإيمان ادتني بنتي. لما شلتها على ايديا دموعي نزلت ونطقت وقلت وحشتيني وحشتيني قلب ماما، أنا كنت حاسة إنك هترجعيلي والله. دخلت الحما وقالت بتوتر إيه ده؟ انت لقيت البت فين؟ إيمان بدموع لقيتها في الزبالة يا حماتي. ما كان ما رميتيها انت ونجلاء. يحيى بدموع انت يا ماما انت تعملي كده في بنتي ليه؟ ده انا الوحيد اللي براضيكي وببقى معاكي في اي حاجة، معقولة بنتي تهون عليكي تعملي فيها كده؟ مش انا يا ابني، دي نجلاء اللي زنت عليا عشان اعمل كده، وان انت هتضيع فلوسك على البيت ومراتك مش هترضى تخلف بسرعة عشان تجيب لك الولد اللي يسندك. منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ده انا كان هيجرالي حاجة والله لا بلغ عنك انت ونجلاء، والله ما هسيبك يا حماتي، ولازم تدفعوا الثمن عشان تدوقوا من اللي انا دقته. اما انت بقى يا ايمان انا مش هعملك حاجة عشان بس رجعتيها ليا، لكن عمري ما هعملك تاني. وقبل ما حد يرد سمعوا صوت سويت نجلاء والكل طلع، بس انا فضلت قاعدة ببنتي ومرضتش اروح اشوفها وما همنيش اعرف في ايه. وبعد شوية رجع يحيى وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في إيه يا يحيى؟ مالها الست هانم؟ كانت بتصوت ليه؟ أما ربنا ما بيسيبش حق المظلوم، وأيا كان الظالم فربنا بيجيب الحق منه. اليوم اللي بنتك رجعت لك ابن نجلاء تعيش انتي، ربنا يرحمه. ليه بس؟ اللي جت في ابنها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إن بنتنا رجعت، أنا مش هخليها تغيب عننا لحظة واحدة. أولا بقى احنا مش هنقعد هنا يا يحيى بعد اللي عملته أمك. عماد أخوك ريح مراته وجاب لها شقة برا، وانت ريحني وارحم بنتك هتلاقي شقة برا، يا إما بقى تطلقني يا يحيى، أنا مش هقدر أقعد في البيت ده تاني. قومي لما حاجتك لحد ما أجيب عربية، أنا هجيب شقة برا يا فرح. وطلع يحيى برا ولا أمه قاعدة تعيط. أنا هجيب عربية واخد مراتي وحمشي، هباجي بالليل أعمل واجب العزا. هتسيبني يا يحيى؟ هتسيب أمك؟ وانت عملتي ايه عشان أفضل معاكي؟ رميتي بنتي؟ كنت عاوزاني أتجوز على مراتي وضيعتي مراتي، وكنت هتجيب لها صدمة وتجيب لها عقدة نفسية يمكن كانت تروح فيها. أنا مستحيل أطمن على مراتي وبنتي معاكي تاني أبدا. اللي حصل لأن أخوك فوقني، أنا أسفة يا ابني وحقك تمشي، بس سامحني. أنا هسامحك عشان انتي أمي وبس، إنما أنا ما أقدرش أقول لفرح تسامحك أبدا. ربنا بقى يغفرلك ذنوبك اللي عملتيها فيا وفي بنتي وفي مراتي. وجاب فعلا شقة وأخدني أنا وبنته ومشينا وعشنا لوحدنا،
وبعد كام سنة خلفت تاني وجبت توأم بنت وولد، وعشنا حياة كويسة الحمد لله. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.